ده اخطر شهر في عمرك يا ابني، عشان ما ترجعش تندم بعد 20 سنه. صدقني الثانويه العامه والثانويه الازهريه مش محتاجه اكتر من 25 يوم، هتبقى 100 100. المحاضرات دي امسك بايدك واسنانك فيها، ان شاء الله هتلم لك الماده كويس جدا جدا جدا. استفيد يا ابني بسني وبخبرتي على مدار 42 سنه بدرس ثانويه عامه، دي السنه رقم 42. بسم الله الرحمن الرحيم. يسمعني كل طالب من طلبه الثانويه العامه والثانويه الازهريه في جمهوريه مصر العربيه. دول رقم واحد. رقم اتنين، اولياء الامور، الاباء والامهات الافاضل اللي عندهم ثانويه عامه. رقم ثلاثة، الساده الافاضل الاصدقاء اصحاب المراكز. في الكلمتين اللي هقولهم يبقى احنا خارجين عشان نخاطب الثلاثه دول. رقم واحد، ولادنا طلبه الثانويه العامه والثانويه الازهريه اللي هيمتحنوا ان شاء الله في اخر 5 اذا كان ازهر، وفي شهر 6 اذا كان ثانويه عامه. يا دكتور مجدي، بخبره حضرتك اعمل ايه دلوقتي في ماده الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا اللي هم نزلوه علينا؟ يا حبيبي الله يهديك، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. استفيد يا ابني بسني وبخبرتي على مدار 42 سنه بدرس ثانويه عامه، دي السنه رقم 42، فاستفيد يا حبيبي من ده. رقم واحد، انا راضي كل الرضا عن ال6 محاضرات بتوع المراجعه النهائيه اللي لميت فيهم منهج الاحياء والجيولوجيا بالكامل. فنصيحتي لكل طالب تخش باقصى سرعه ممكنه المحاضرات دي، امسك بايدك واسنانك فيها، ان شاء الله هتلم لك الماده كويس جدا جدا جدا. طلبه كتير بقى قوي، خلاص احنا حاطين اساس اهو، وانا راضي عن الحصص دي تماما وهتبسطكم تماما وهتلم لك الماده كويس قوي. طيب رقم 2، ركز لو سمحت. طلبه كثيرين الفتره اللي فاتت دي قالوا لي احنا ضيعنا الوقت في ورش وفي معسكرات واتكروت لنا الدي ان ايه والجزء الخاص بالمناعه، وما احناش 100 100 في الجزء الخاص بالجيولوجيا. بعد ما تسمع المراجعات ال6 محاضرات، بعد ما تسمعهم، فده الاصل، بقول كلام بسيط وسهل اهو، دول هيلموا لك الموضوع كويس جدا. اذا حسيت ان انت لسه عندك مشاكل في جزئيه معينه، انصحك بقى تروح تتواصل مع فريق عملنا تسمعها في البرنامج المكثف اللي احنا عاملينه. يعني افرض طالب قال لي انا مش عارف احل على الدي ان ايه، خلاص يا حبيبي احنا عاملين لك الدي ان ايه بالكامل في 4 محاضرات. واحد تاني يقول لي انا مشكلتي في المناعه، يا حبيبي ما احنا عاملين المناعه كلها في حصتين. اذا ال6 محاضرات ادوك اللي انت عايزه، وانا اعتقد ان هم هيدوك اللي انت عايزه، يبقى خلاص ما تضيعش بقى وقتك. لكن لو عندي مشكله اروح بقى احل المشكله دي بالراحه وبهدوء. ولادنا طلبه اللغات اللي تواصلوا معانا الفتره اللي فاتت دي وقالوا احنا في الجزء بتاع الجيولوجيا ده مش 100 100 خالص، حبيبي الجيولوجيا انا لاممها بالكامل في 4 محاضرات، خش اسمع ال4 محاضرات هيلموا لك الموضوع كويس جدا جدا، هيخلوكم 100 100. يبقى تاني ننظم افكارنا. رقم واحد، ال6 محاضرات بتوع المراجعه دول هيلموا لك الماده كويس قوي 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 قوي، وهيلموا لك الاحياء وهيلموا لك الجزء بتاع الجيولوجيا. لو عندك بقى حبيبي مشاكل في جزئيه معينه، التكاثر عامل لك ازمه، عاملينه في 4 محاضرات. الدعامه والحركه وطالب يقول لي انا ما قريتهاش خالص وما عنديش فكره عنها، عاملينها في حصه واحده. التنسيق الهرموني بالكامل عاملينه في محاضره واحده. يبقى سهلنا لكم الامور اهو. هيجي مشكله، طب انا هجيب فلوس منين لكل الكلام ده عشان اسمع المراجعات النهائيه دي 6 محاضرات؟ وافرض ان انا عايز اسمع الدي ان ايه اللي انت عامله في 4 محاضرات، انا هجيب حبيبي انا مدي اوردر للناس اللي بتشتغل معايا، هيحلوا لك مشكلتك، ما تشغلش بالك بهذا الكلام. انسى خالص ان القصه دلوقتي قصه فلوس. يا ابني اللي خد فلوسك خدها طول السنه، لو اذاك ربنا مش هيمتعه بيها، لا هيمتعه في صحته ولا هيمتعه بفلوسه ولا هيتمتع بيها بابا. فدلوقتي احنا عايزين نحل المشكله، خلاص ما تقلقش بقى من القصه دي. يبقى الهدف مش هدف مادي خالص، المهم ان انت تفرح وتفرح اسرتك وتفرحني بنجاحك. لما تتصل بينا كده بعد النتيجه تقول متشكرين يا دكتور مجدي، احنا مش عايزين منك اكتر من كده. لما تدعي لنا دعوه كويسه او باباك او مامتك يدعوا لنا دعوه كويسه، احنا مش عايزين اكتر من كده. فخلاص نخلص بقى من القصه دي. يبقى انا نظمت لك افكارك اهو. رقم واحد، المراجعات ال6 هيلموا لك الموضوع كويس جدا، فدي رقم واحد اسمعها. لسه عندي مشكله، انا 100 100 في كل المواد و100 100 في كل حاجه، والاحياء 100 100 فيها، لكن عندي مشكله في جزئيه معينه، خلاص تتواصل معاهم هيفتحوا لك قدام عينك الجزء اللي انت عايزه اللي عندك مشكله فيه. وما تحملش هم الماديات والفلوس خالص، الامور بسيطه وسهله، وان شاء الله ربنا يفرحنا بنجاحكم. ده فيما يخص ولادنا السنه دي بتوع الثانويه العامه. طيب اولياء الامور بقى، الساده الافاضل، اولياء الامور الاباء والامهات، الحقيقه احنا السنه دي كنا بنشتغل في المراكز، وفي مراكز ما ارتحناش فيها، فمش هنشتغل فيها السنه الجايه. لسه ما خدناش قرار قدام عينك هنشتغل فين. فلو سمحتوا بعد اذنكم، عشان ما نروحش ندفع فلوس في المراكز وبعدين نروح تاني عشان نسحب الفلوس تاني ونضيع وقتكم ونتعبكم على الفاضي. فانا لسه ما قررتش انا هشتغل فين. فلو سمحتم اللي هيشترك معانا سواء اونلاين او هيشترك معانا عايز يحضر في سنتر، هيتواصل مع فريق عملنا وهيحجز معانا احنا.
يبقى ما فيش حجز في السناتر. بقول كلام بسيط وسهل اهو. الحجز هيكون معانا وباجر مبلغ بسيط، واخد بالك انت، عشان يبقى في جديه في مساله الحجز. وتقول لهم اذا كنت هتحضر اونلاين او هتحضر في سنتر. انا مش هقبل طلبه في سنتر الا عدد معين، هيكتمل العدد دوت مش هقبل طلبه تاني، هيتحولوا اونلاين. يبقى يا دكتور مجدي الحجز، ما فيش حجز في السنترز عشان في مراكز مش هكمل فيها السنه الجايه، مش هدرس فيها، وبالتالي اللي هيحجز مع فريق عملنا. طيب يا دكتور هيدفع مبلغ من الفلوس قدام عينك كجديه للحجز فقط لا غير، هيتخصم المبلغ ده مع اول شهر هنبدا فيه دراسه قدام عينك، ما فيش ولا جنيه هيروح علينا. طب لو الدكتور مجدي ربنا افتكره وما كملش، الناس اللي بندفع لهم فلوس دول وبنحول لهم الفلوس اكثر امانا من مجدي فوده، فما فيش مشكله في ده خالص، هيرجعوا لك فلوسك تاني، لا توجد اي مشكله. عشان ما نروحش ونحجز وبعدين بعد ما نحجز نقول احنا مش هنشتغل في السنتر، نقوم نتعبكم على الفاضي. دي جزئيه اخرى. السنه دي ان شاء الله ان عشت وكان في عمر، طبعا اولياء الامور عايزين نطبطب بقى على اولادنا، وعايزين نرفع معنوياتهم ونسمعهم كلمه طيبه عشان ربنا ان شاء الله ييسر لهم الامور ويفرحنا بنجاحهم بمشيئه الله تعالى. طيب يبقى اخواني واصدقائي الافاضل اصحاب السنترز، انا عاقد النيه السنه الجايه اذا ربنا اداني عمر ان انا هدرس في محافظه اسكندريه وفي محافظه الجيزه. ده نيه، ما انا عاقد النيه على ده. طلبه كثيرين مسجلين معانا من اكتر من شهرين وانا وعدتهم بهذا الوعد، فانا عاقد النيه على ده. طالما انا لسه ما متش وعندي عمر وعندي صحه، فان شاء الله انا هدرس في محافظه الجيزه وهدرس في محافظه الاسكندريه ان كان في عمر. فمن فضلكم اخواننا اصحاب المراكز اللي موجودين في المنطقتين دول في اسكندريه او في الجيزه هيتواصلوا مع فريق عملنا، وهنشوف ننسق الامور ازاي، هيبعتوا لنا صور القاعات بتاعتهم، هنشوف نتواصل ازاي، احنا هنعمل لهم زياره ونتعرف عليهم، واخد بالك انت، ونشوف الاماكن. احنا ملناش غير طلبين، يكون رقم واحد المركز سهل الوصول اليه على شارع رئيسي عشان ما نتعبش ولادنا، دي رقم واحد. رقم اتنين تكون القاعات مكيفه وتكون القعده بتاعت الطالب قاعد مرتاح عشان يسمعنا ويقدر يستفيد مننا. ملناش طلبات اخرى، مش هنختلف على اي حاجه تانية. خلاص الامور بسيطه وسهله. احنا دول الطلبين الوحيدين اللي احنا عايزينهم. طبعا ما فيش كلام ان احنا هنفاضل بين المراكز، يعني افضل حاجه هتريح اولياء الامور وهتريح الطلبه وهيبقوا مرتاحين هو ده اللي احنا هنشتغل معاه. فالحقيقه في مراكز كتير تواصلوا معانا الفتره اللي فاتت ديت، واحنا وعدناهم ان احنا هنعمل لهم زياره، بس يبعتوا لنا زي ما قلت قبل كده العنوان بتاع السنتر، ويبعتوا لنا الصور بتاعت القاعات بتاعتهم، وان شاء الله اللي فيه نصيب ان شاء الله هنكون موجودين معاه لو لينا عمر. يبقى جزئيه اخيره وهي تنظيم العمل. تنظيم العمل. ولادي وحبايبي كل الطلبه اللي بيسمعوني، من فضلك طلع يا حبيبي افضل حاجه عندك هذا الشهر، ده اخطر شهر في عمرك يا ابني، عشان ما ترجعش تندم بعد 20 سنه تقول يا ريتني كنت ذاكرت، يا ريتني كنت عملت. طب ما الفرصه معاك اهو. صدقني الثانويه العامه والثانويه الازهريه مش محتاجه اكتر من 25 يوم، هتبقى 100 100. طيب يا دكتور مجدي لو عندي اسئله اتواصل مع مين؟ حبيبي انا مدي اوردر، مفيش اسيستنت يرد على طالب ابدا. انا لا اثق في العلم الا في مجدي فوده، وانت بتدفع فلوس لمجدي فوده وبتاخد درس مع مجدي فوده. لو سمحت جمع اسئلتك، تواصل مع فريق عملنا، واخد بالك، اطلب رقم تليفوني الشخصي، هتكلمني، خد بالك، تقول لي انا عندي اسئله، انا هقول لك اقفل يا ابني، وانا اللي هكلمك قدام عينك وهقعد معاك وهشرح لك وهذاكر معاك، ما عندناش اي مشكله. بقول كلام بسيط وسهل اهو. فربنا ييسر لكم الامور ويوفقكم وينجحكم ويفرح ابائكم وامهاتكم ويفرحني بنجاحكم. لو في حاجه بقى عايز اقولها لك لله، والله لن تربح ولن تنجح ولن تعيش حياتك بشكل طبيعي قدام عينك الا لما تعمل الثلاث حاجات اللي حريص ان انا اقولهم لاولادي وبقولهم لكم، ما انتوا زي اولادي. رقم واحد، اياك نعبد واياك نستعين، روح لربنا هو اللي هينجحك، مش مجدي فوده ومش غير مجدي فوده اطلاقا. احنا اسباب يا ابني، انما النجاح عند الله والغنى عند الله وكل حاجه عند الله. دي رقم واحد. رقم اتنين، ووصينا الانسان بوالديه، ابوك وامك، تبوس راسهم وتبوس ايديهم، وبقول لك لو انا منك ابوس رجليهم وقول لهم ادعوا لي، ده اللي هينجحك. الحاجه رقم ثلاثة، من فضلك ما تضيعش وقت، يا اخي ابدا يومك، اقرا كده قدام عينك 20 25 30 ايه، استعين بالله.
وقبل ما تنام كده اقرا 20 25 ايه، ربنا يسعدكم ويبارك في عمركم وييسر لكم الامور ويجعل لكم الصعب سهل ويوفقكم وينجحكم ويفرحني بنجاحكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.